لو نفسك تقضي اجازه الصيف السنه دي في الساحل وبتدور على فندق مناسب بافضل واحسن سعر ممكن، يبقى الفيديو ده علشانك. احنا النهارده في فندق ازور 111. الفندق من الفنادق الجديده والجميله جدا في مدينه العالمين، وده بيبقى دايما اكتر مكان اكتف وفيه اكتيفيتي كتير وانشطه في الصيف في مصر كلها. الفندق فيه حمامات سباحه كتيره جدا، في اكتر من 5 حمامات سباحه موجودين تقريبا في كل مكان حواليك في الفندق ومناسبين للكبار وللاطفال. في بحيره صناعيه كبيره جدا، حجم البحيره فعلا كبيره تقريبا بطول الفندق كله، وكلها بتكون ميه مالحه. والناس بقى اللي بتحب الرياضه، في هنا تراك جري كبير جدا حوالين اللاجون طوله اكتر من 900 متر تقريبا، تقدر تيجي بقى تجري تمشي فيه زي ما انت عايز. من اكتر الحاجات المميزه والجميله اللي موجوده في الفندق هنا هي الغرف بتاعته، لان الفندق بالكامل عباره عن سويتات كتيره جدا باحجام كتيره ومساحتها فعلا رهيبه. اعلى وافضل نوع سويتات موجود هنا في الفندق وهو الديلوكس سويت. الديلوكس سويت مساحته بصراحه كبيره شويتين ثلاثه. اول ما تدخل السويت بيكون في منطقه كبيره خاصه طبعا بالليفنج، وبيكون في منطقه خاصه بالمطبخ، وكمان بيكون في سفره هنا صغيره برضو تقدر تتغدى او تتعشى فيها زي ما انت عايز. اول حاجه هنا طبعا بيكون في بلكونتين، كل بلكونه بتكون مستقله لوحدها بالفيوهات بتاعه البول على طول. تاني حاجه بقى وهي بيكون في طرق لطيفه كده فيها حمام طبعا مساحته كبيره، وكمان بيكون فيها غرفتين. الغرفتين هنا طبعا مساحتهم بتكون كبيره، واحده بتيجي بنظام التوين بيد والغرفه الثانيه بتكون بنظام كينج سايز بيد. اهم حاجه في السويت كله بشكل عام ايه؟ ان كل غرفه لوحدها بيكون فيها بلكونه وبلكونه كبيره كمان، واحلى حاجه في كل بلكونه فيها هي الفيو بتاعها. طبعا الفيوهات هنا بتكون بانوراما على البولز وعلى اللاجونز اللي موجوده، ودي بلكونه واحده بس من اصل 4 بلكونات موجوده في السويت ده. اي عيله عايزه تيجي تستمتع باقامه فعلا في مكان مميز بفيوهات جميله جدا في كل مكان حواليه، السويت هنا هيكون احسن اختيار بالنسبه لهم. طبعا اهم حاجه في الساحل كله هو البحر. البحر هنا على مسافه 10 دقائق بس من الفندق، وكمان الفندق بيوفر لك شاتل باص على مدار اليوم كله عشان يقدر يوصلك ويرجعك زي ما انت عايز. الميه بقى ولونها وجمالها بصراحه حاجه خيال سبحان الله، عشان كده الناس بتيجي من كل دول العالم عشان تستمتع هنا بالبحر عندنا في الساحل. وكمان الانترتينمنت اللي موجوده هنا كتيره جدا وفي كل مكان في الفندق. وكمان من الانشطه المختلفه هنا هي الجيم روم. الجيم روم دي منطقه كبيره جدا مليانه العاب كتير مختلفه، سواء بينج بونج، بلياردو، وبلاي ستيشن، كمان حاجات كتير مختلفه حلوه قوي. تقدر تيجي برضه هنا وتستمتع بوقتك. والحاجات الجميله هنا بقى هي الكيدز كلاب. الكيدز كلاب مساحته كبيره، في انشطه كتير بصراحه مختلفه ومتنوعه، حاجات زي الفيس بينتنج، حاجات زي الرسم. من اجمل الحاجات طبعا انك تقدر تيجي تسيب اولادك هنا وتروح بقى البحر وتروح البسين زي ما انت عايز. الفندق هنا بيقدم اكتر من نوع اقامه مختلفه، تقدر تختار المناسب ليك على حسب رغبتك. تقدر تطلبها بالفطار او بالفطار والعشاء زي ما انت عايز، ولو مش عايز تشغل دماغك باي حاجه ليها علاقه بالاكل تقدر تطلب اقامتك فول بورد، ودي بتكون شامله كل الوجبات. وبالنسبه للعشاء هنا بقى هو بيكون سيت منيو او اوبن بوفيه، والاهم ان في كم تنوع كبير جدا 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 من الايتمز، واهم حاجه ان بجد التست والكواليتي بتاع الاكل هنا جامد جدا. واحده من افضل واهم المميزات التنافسيه اللي الفندق بيتمتع فيها هي السعر بتاعه. الفندق بيقدم قيمه مقابل سعر بشكل ممتاز، يخليه واحد من اهم وافضل الفنادق المتاحين في الساحل السنه دي في الفئه السعريه دي. اجازه الساحل السنه دي ما ينفعش تفوتها غير وانت هنا في ازور 111.